طيب يا جماعة الخير، وصلنا معرض الريان وبنستلم الجولد وينج علشان يعني نشوف بيقول ايه. تعالوا اوريكم لكم. طيب يا جماعة ده الموتوسيكل، ما شاء الله تبارك الله، الهوندا الجولد وينج ال 2002 الاي بي اس، ما شاء الله كرومات وكل حاجة، وغطا الموتور كله بيلمع. نادر لما تلاقيه في الايه في الموتوسيكلات الجولد وينج. كرسي الفابريكا، الجلد بتاعه ما فيش اي قطع فيه، جميع الازرار مش ممسوحة، ما شاء الله على حالتها. طيب في كاب هولدر، في حبة كرومات خفيفة هنا ما شاء الله تبارك الله، حلو والله. انا بحس ان اللون الاسود بيدي فخامة ولون عاقل شوية. طبعا الحديد بتاع الموتور ده دايما بتلاقيه عليه تأكسد، ما شاء الله بيلمع وشكله صافي، ويبين الممشى الحقيقي للموتوسيكل ماشي قد ايه. الرادياتير برضو لونه صافي، هنا كل حاجة لونها صافي. دي حاجة مهمة جدا في استلامك لأي موتوسيكل، ان كل الحديد يكون لونه صافي مفيهوش اي، يعني شايفين الشاسيه، شايفين من هنا يكون صافي معلهوش اي شوائب توضح انه ماشي كتير ومنهك او اتركن كتير. كل ده بيبان على الحديد بتاع كل حاجة. مش عارف ليه لما ما بولعش الاضاءة دي والاضاءة الصفراء بتبين كأنه بهتان شوية، وعلى الحقيقة مختلف خالص. تعال ناخده ونطلع ونقول لكم ايه الاخبار. ادي الكونكور اللي سلمناه، وادي الجولد وينج اللي هناخده. والله شكله جميل جدا ما شاء الله. طبعا يا جماعة لسه هيبة الموتوسيكل موجودة، لسه الوزن ما تقدرش تتحكم فيه بسهولة، لسه تحس انك الوضع غريب، خصوصا مع نظرات الناس ليك وانت قاعد تراقبهم، لانك بتخلي بالك من العربيات اللي حواليك. العرض بتاع الموتوسيكل جديد، وضع مختلف 180 درجة عن خدت اي موتوسيكل تاني. انا متهيألي يعني اي ادفنشر اسهل من كده بكتير. المهم الساعة دلوقتي 2 بالليل، المفروض اني اخرج اروح اشوف بنزينة، في بنزينة قريبة وبنزينة بعيدة. مش خبي عليكم عايزين حاجة من اتنين، يا هطلع البنزينة القريبة عشان أأمن نفسي احط نقطة بنزين وبعد كده اروح البنزينة البعيدة، يا اروح على طول. طبعا لمبة البنزين مولعة، انتوا شايفين ايه؟ نحط في البنزينة قريبة نأمن نفسينا بدل ما نعطل على الطريق، لان بنزينة التانية اعتقد يمكن 10 كيلو من هنا، اللي هي اسمها فيول اب دي، بنزينة قوية بصراحة. خلينا نحط نقطة بنزين ونروح البنزينة البعيدة. اول تفويلة فيعني هو الله يستر من الكلاب. طيب عشان اكون معاكم صريح، يا اما هناخد ورا العربية دي الحتة دي فيها كلاب بنت لذينة، يا اما نطلع ناخد وردة عشان نمشي على اليمين بس من غير الدخلة دي. الدخلة دي مليانة كلاب، او نجرب احنا بنعرف نلف بهذا الكائن ولا لا. طبعا اعذروني يا جماعة على صوتي، انا لسه بادي اتعافى وبصراحة مش عايز اتأخر عليكم تاني. المهم الجولد وينج ده تصدق والله العظيم جميل في الكيرفات، حلو اهو يا جدعان. والله تصدقوا في الكيرفات اسهل من سواقته مستقيم يعني ما شاء الله في الكيرفات سهل جدا جدا. انطباعاتي الاولية عن البايك، فبجرب فكرة هل الجولد وينج ده يعني بيديلك انطباع عربية اكتر ما هو موتوسيكل، يعني مفيش هوا جاي لك هنا وقاعد براحة وظهرك سليم وي لدرجة ان هو يبقى مريح جدا للناس اللي هي كبار السن، مريح جدا لدرجة ان هو يقلل المتعة عندك. في متعة للموتوسيكلات لما تكون ماشي وسط اي طريق وتحس بتفاصيل الطريق على جلدك، الهواء، الريحة، تفاصيل الطريق والمطبات. لا يعني اللي راكبين الموتوسيكلات هم عارفين قصدي ايه. يعني راح الانطباع الاولي هو مدخل هواء ليك تمام،
بس مدخله بنسبة ممتعة وما فيهاش المعافرة بتاعت الموتوسيكلات. يعني ايدي من هنا كلها مليانة هواء، هو بيحميش الايد خالص يعتبر. صدري وراسي لا، الموضوع بسيط عليه جدا 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 في الهواء، لان هو ده يمكن عشان تقدر تاخد رحلات طويلة ده اكتر حاجة انت محتاجها، ان الهواء ما يجيش عند صدرك وراسك بيضايقك ويدوخك. هنطلع الطريق الرئيسي، عارف ان هنا في طلعة عشان ما نتزاولش. يا مسهل الحال. فهو الطريق يعني لما تبقى انت عايز طريق مفتوح جميل زي اللي احنا ماشيين عليه ده وعايز تمشي فيه براحتك، ولانك تشتري موتوسيكل زي ده، والموتوسيكل ده اللي ما يعرفش هو صناعة امريكية بيمشوا بيه وسط الولايات، فطبعا هو ده معمول لكده انك تطلع ممكن تقطع لك 800 كيلو 1000 كيلو فرايد، فعايز حاجة مريحة جدا في النقطة دي. انطباعي الاولي ان هو يعني الوضع فيه مريح ولكن بدون عزلة عن المتعة ده لحد دلوقتي. انا اول طلعة طبعا انا كل شوية ببص على الكاميرا بتسجل ولا لا، اول ما ببص هنا بحس حاجة بشوف البايك بتاع كانكوني محمد الكناني لو حد يعرفه، اول ما تابعته كان معاه جولد وينج. صدقنا عمري في حياتي ما تخيلت ان اشتري الموتوسيكل ده ايام ما كنت بتفرج على محمد الكناني، ما جاش في بالي نهائيا. يعني كرم ربنا واسع بصراحة يا جماعة، لان بيني وبينكم برضو انا طول عمري بحب الادفنتشر، طول عمري ركبت ادفنتشر، مش عارف ايه اللي خلاني اخد اجازة واجي هنا شوية، بس ان شاء الله ان هي تكون اجازة ممتعة ونستمتع فيه بالموتوسيكل ده. تعال نجرب بقى مثبت السرعة. هنا في مثبت سرعة الظاهر بنضغط الزرار ده، في لمبة نورت برتقالي هنا ونضغط على الزرار ده، العب لمبة خضراء. اول تجربة لمثبت سرعة في حياتي، واو. طيب المثبت السرعة بيتلغي، يا اما تضغط كانسل يا اما اي زرار تضغط اي ضغطة فرامل او دبرياج عشان السلامة. استنى خلينا نجرب. الله 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 فصل، والله انه جامد. رايقين يا هوندا كده. احنا بنتكلم عن مواصفات سنة 2002، واخدين بالكم الروقان بتاع ولاد اللذينة جاي منين؟ 2002. طيب وصلنا البنزينة، بس احنا مش عايزين، هو في اتنين، واحدة على اليمين واحدة على الشمال، احنا عايزين نروح الشمال، هنطلع ناخد يوترن من قدام، مش عارف ده يوترن ولا ايه ده. الله اعلم. غلطنا في الطريق يا جماعة، طريق اسود وكحل ومنيل ب60 نيلة. الله يستر الله يستر. ما في كلاب يعني. عارفين الحلو ايه؟ ان الواحد حط بنزين، ان لو مش حاطين بنزين كنا هنتسوح تسويحة مش حلوة. طيب اخدنا الملف الحمد لله. يا اخي لما الناس يبقى عندهم ان هم يطفوا الانوار بالليل كده، مش عارف مين اللي بيفكر بالغباء ده. الطرق مش واضحة لأي حد زاير، وبالليل جدا يعني على قد ما ممكن توفر في الطاقة، انما فعلا الواحد بيبقى مرتبك الساعة 2 بالليل. يعني لو بعد شر أسرة معاها عجلة نامت هنا هيقعدوا في الظلام دامس. القمر شايف يعني، القمر اهو منور الطريق اكتر من اي حاجة، شيء مرعب. ما كانتش التفويلة دي، مرمطتكم معايا والله. فين هم ال95؟ يا ولد وين ال95؟ في يولب.
هما لما يكونش في بنزين اعمل معاهم الجلاش. 95 هنا. ايه الاخبار؟ اول يا باشا، استنى بس ايه. طيب فولنا. الحمد لله. مش عارف ليه التانك ما بيتمليش على اخره، بياخد 150 بس، فالله المستعان. ماشي لحد هنا انا اسف لو سحلتكم معايا. دي الانطباعات الاوليه عن الهوندا جولد وينج الجديد بتاعنا. متنسوش بقى تدعمونا الفترة اللي جاية عشان نعرف نعمل لكم محتوى كتير، وتقديرا شوية لصوتنا اللي اتنبح معاكم. من الوقت ده من السواقة حمسني جدا اني اطلع رحلة، ان الوقت بالليل في الصفا ده مع القمر شيء رهيب. يعني هي ورات الموتوسيكلات بالنسبة لي هو ده، مش جري، هو ده. والله الواحد بيحس ان هو لما بيخرج يتحرك بيه شوية ان هو بياخد عليه، وتحس ان هو جدد فيا احساس ان انا عايز انزل اجرب اتمشى بالموتوسيكل. عشان كده انا خدتكم معايا النهارده. بتمنى ان يكون الفلوج ظريف وتسوحنا مع بعض شويه في الطريق الجميل ده. الساعه دلوقتي 3 بالليل، بس يا رب تكونوا انبسطتوا. شكرا ليكم يا جماعه جدا بصراحه لاهتمامكم، تصرفوا وقت معايا يا الله. يعني يا رب اكون ممتعكم. ادعوا لنا بالشفاء عشان صوتي. ان شاء الله نشوفكم الفلوجات اللي جايه. سيبوا لنا كلامكم الحلو دايما اللي بيدعمنا. نشوفكم ان شاء الله الفلوجات اللي جايه. السلام عليكم.